السلام عليكم. انا نور مصطفى لو لسه ما تعرفنيش. والنهارده هنتكلم عن بعبع الثانويه العامه، الفيزياء. ازاي نذاكرها؟ الكلام ده لثلاث فئات من الناس اللي بتذاكر غلط، او الناس اللي بتذاكر وحاسه انها ضايعه ومش فاكره حاجه من اي حاجه خالص من قديم، او الناس اللي لسه ما ذاكرتش. بالنسبه للفيزياء فهي عايزه تشغيل الدماغ مش اكتر، ويمكن سمعت الكلام ده من ناس كتير زيي بيحاولوا يساعدوك. الفيزياء تنقسم الى جزئين: جزء نظري وجزء مسائل. هتقولي ايه الجديد؟ ما انا عارف الكلام ده. هقولك انت صح، انت عارف الكلام ده. ممكن بقى تسيبني اقول كلامي للاخر؟ نرجع لموضوعنا. الفيزياء جزئين: جزء نظري وجزء مسائل. المطلوب منك تجيب كشكول كبير كده وحلو زيك، هتقسمه تلت للنظري وتلتين للمسائل. سواء بقى بتروح للسنتر او بتشوف مدرس او بتاخد اونلاين، يعني ايا كان طريقة يعني الشرح اللي انت بتستقبله. تمام. لازم تركز في كل كلمة بيقولها، سواء الكتاب او الملزمة اللي انت بتذاكر منها، اللي هي سواء بقى ملزمة المدرس، كتاب الامتحان، ايا كان. ماشي، مفروض تكتب فيها. يعني مثلا دلوقتي مستر الفيزياء بيشرح مثلا الباب الاول، تكتب كل الملاحظات اللي بيقولها. اي مسألة مش موجودة في الكتاب تكتبها، وهكذا. تمام. مذاكرتك هتعتمد على الكشكول. هتقولي طيب ايه علاقة الكشكول اللي انا قلت لك عليه ده بالملزمة والكتاب؟ هقولك استبر لو سمحت. ماشي. بص يا عسل، كده انت خلصت الشرح وكتبت الملاحظات. الكشكول بقى هتكتب في التلتين بتاع المسائل كل المسائل المستر قالها في الشرح، وهتكتب التعريفات والملاحظات في الجزء النظري. بعد كده هتبدأ حل من كتاب الامتحان، وده أساسي. الكتاب اللي ممكن تستخدمه مع كتاب الامتحان كتاب نيوتن. وانا ما برشحش قوي كتاب الوسام، لان في حاجات كتيرة جدا حرفيا خارج دماغ الطالب، يعني اللي هي حاجة بره المنهج وما انت تتعقد لما تشوفها. تمام تمام. هتلاقي في حاجات واقفه معاك وانت هتبدا تحبط. هقولك اهدى خالص، شوف حد بيحل على اليوتيوب. وانا برشح لك مستر احمد السجعي، طريقته بسيطه جدا في الحل. هتعلم على كل المسائل اللي مش عارفها، وبعد ما تخلص حل خالص يبقى شوف المسائل دي على اليوتيوب. اكتب كل مسألة اللي انت معرفتهاش دي في الكشكول اللي قلنا عليه، وبكده يا صغنن هيبقى معاك مصدر منظم وبخطك وبطريقتك فيه كل حاجة مهمة والمسائل المهمة كلها، واللي وقفت قصادك. وكده في اي امتحان شامل هتراجع منه وتكون الدنيا تمام. عارفة انك زهقت من كتر كلامي، بس هقولك اخر حاجتين. اول حاجة، عارفة انك بتقول دي بالها طويل وايه الفضا ده، وان الكلام ده عايز وقت طويل. هقولك بدل ما بتذاكر مثلا 3 ساعات فيزياء وتيجي تراجع تلاقي نفسك مش فاكر حاجة وتذاكر تاني من اول وجديد، لا معلش، ذاكر 4 5 ساعات ولما تيجي تراجع تلاقي المعلومة حاضرة. والحاجة التانية، شكرا، يعني شكرا على كل الدعم والكومنتات الجميلة دي. انا بجد بحبكم جدا. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اللي محتاج حاجة او عايز يدخل جروب التليجرام تالتة ثانوي يبعتلي انستا. وشكرا لحسن استماعكم. يعني زي ما اكون خارجة من برنامج، بس قشطة، يعني تقبلوني زي ما انا. سلام.